وفي اليوم التاني كان الجو برد جدا والدنيا بتمطر، وهنا ويلسون بيصعب عليه هاتشي وما قدرش يخليه جوه الاوضه، فخده على طول ودخله البيت معاه وفضلوا طول الليل مع بعض بيتفرجوا على التلفزيون. وفي اليوم اللي بعديه بدا ويلسون يدرب هاتشي شويه ويعلمه يلعب بالكوره، بس هاتشي وقتها ما كانش بيحب لعب الكور. ومع مرور الوقت ويلسون بيتعلق اكتر بهاتشي، وبنشوف بعد كده ان في حد اتصل بكيت وكان عايز ان هو يتبنى الكلب. واول لما كيت راحت تجيب ورقه عشان تكتب رقمه، لاحظت بالصدفه ان ويلسون بيلعب مع هاتشي ومندمج معاه، وحست فعلا ان ويلسون اتعلق بهاتشي. وهنا كيت اعتذرت للمتبني وقالت ليه خلاص في ناس تانية اتبنوا الكلب. وبتمر الشهور والايام من وقتها وبيكبر هاتشي، وكانت علاقته بويلسون قويه جدا. وفي يوم ويلسون كان رايح شغله، واول لما وصل لمحطه القطر بيهرب هاتشي من البيت وراح وراه المحطه. فويلسون اول لما شافه نزل على طول من القطر وحاول انه يرجعه البيت، بس وقتها الكلب ما كانش عايز يرجع، فاضطر ويلسون انه ياخد هاتشي ويرجعه البيت بنفسه. وفعلا وصلوا البيت، وكمان بدا يقفل الحفره اللي عملها هاتشي. وساعتها كيت جت وكانت شايفه ان ويلسون اتاخر على شغله، فطلبت منه يلحق شغله وهي اللي هتقفل الحفره بنفسها.